بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنجاوب على سؤال مهم. القشور اللي طالعة من المطبخ، سواء كانت قشور البطاطس أو قشور البصل وبواقي تنظيف الخضار، هل هي مفيدة للأرانب ولا لأ؟ وإمتى أحطها للأرانب؟ وإمتى أأكل الأرانب ماشي. بالقشور بسم الله. بتاعتي؟ يلا بينا نشوف هنحطهم إمتى وهجاوب على أسئلتكم. بس تابعوا معايا الفيديو للنهاية وإن شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم. اوعي يا نون، وجميلين. تعالي هنا. هوريكي الطفلة ده دي. بالنسبة للناس اللي بتسأل، بتقول صديق للقناة بيقول ان في حد اداله معلومة، قال له ان قشر البطاطس غلط للأرانب. تمام، احنا ما عندناش حاجة غلط للأرانب. الأرانب الوحش اللي ليها انك تأكلها خضرة او تأكلها برسيم او تأكلها قشور في امتى؟ فترة الصبح على غيار الريق. لكن غير كده احنا بنحط الحاجات دي كلها. بص ده قشر، دي بطاطا الاول دي بطاطا دي. تمام، قشر موز، كان عندي الموز في الفريزر. تمام، طلعته وعملته ايس كريم للولاد. قشر الايس كريم الموز اهو. تمام، زعلاني ايه؟ حطه في العش يا بابا. عندي ربط الخضرة البايظة برضو واقفل عليهم. عندي ربط الخضرة البايظة برضو بنحطها ده للفراخ. بايظ. اي طماطم بايظة بنحطها. تمام اهو، بنحطها كمان للارانب. كوسة، تمام. كوسة. الشتا بجماله ببصل وعروش البصل الاخضر، اتفضل، برضو كمان بنحطها. عندي قطعة من القتة اهي. وانا عندي قطعة تمام، محشي. كل الحاجات دي بحطها للارانب. بس بحطها دي امتى؟ بطاطا. اهو، يلا كده نكبها اهو. بحطها امتى للارانب؟ بحطها يعني فترة الظهرية العصرية، اللي هي فترة النهار. ما بحطهاش فترة بالليل. قشر البصل، قشر البطاطس اهو كله اهو. ادي الخضرة وادي الكوسة اللي بايظة، كانت كيس مستخبي في التلاجة ما كنتش لاقياه. قشر البطاطس عندك قدام اهي. كله ده بحطه، بس الاول اكون مأكلة الارانب علف او مأكلاها غلة، شامي مدشوش او اي حاجه من الحاجات دي. بصوا اهو، شايفين؟ تعالي هنا يا نور لو سمحتي، علشان ايه؟ نور تعالي هنا، تعالي هنا علشان الارنوبه ما تخافش منك وتيجي للاكل. بصوا اهي، شايفين؟ اخدت قشرايه الموزه، قشره الموز وقاعده تاكلها. بصوا دي جايه تاكل مين؟ قشر البطاطس. الحاجات دي كلها الارانب بتاكلها. اللي هناك هم برضو كل واحد سحب له قشرايه. ما هو التاني الذكر بياكل في البطاطايه خرطة بطاطا. تمام، كل واحد سحب له حاجه بياكل فيها. قرب دي. بس فموضوع ان انت تاكل القشور زي قشور البصل، قشور البطاطس، تاكل بطاطا، تاكل الحاجات دي كلها، دي كل الحاجات دي بتنفع مع الارانب، ولكن في حاله واحده بس. ايه هي؟ ان يكون الارانب بتاعتي انا مفطرها، يعني يكون انا مفطراها، اكون مدياها وجبه علف، اكون مدياها حصه من وجبتها بتاعه العلف الصبح. ما احط لهاش الاكل ده على غيار الريق الصبح. مش ابقى طالع الصبح احط اكل الصبح. لا، في ناس اكل الفطار مثلا، طالعه افطر الطيور عندي او افطر الارانب، ما اروحش احط الخضره والحاجات دي ليهم في فتره الصبح على غيار الريق. لا، ما تنفعش، تعمل لهم انتفاخ، سواء كان هما او البرسيم. يعني سواء كانت الخضروات دياتي، قشور الخضروات دي، او البرسيم، فتره الصبحيه للارانب وللطيور يعمل انتفاخ. البرسيم احطه امتى؟ الصبح، احطه للمعزه. المعزه احط لها الصبح البرسيم، احط لها الصبح البرسيم للمعيز، تاكل البرسيم الصبح. وبالليل تاكل العلفة الدافية. هي العلفة الدافية اللي هو العلف الدشيشة الشامي. بصوا الارانب، بصوا بعد اذن خلاص، وحلوة ليها مش وحشة، بس ما تاكلهاش على غيار الريق. اديني بقولها تاني، الارانب ما تاكلش الخضروات دي والقشور على غيار الريق، تاكلها اخر النهار، يعني معاك من الظهر كده لحد بالليل. وقبل ما قبل ما تنام بتطلع تحط لهم باقي حصتهم من العلف.
انا قلت قبل كده ان حصتنا من العلف اللي بنحطها للارانب بنقسمها على وجبتين، وجبه الصبح على غيار الريق ووجبه بالليل. بفتره النهار بين الوجبتين دول بشتغل على القشور وبشتغل على بواقي الاكل اللي طالعه من المطبخ. ما عنديش علف بحط بتاع ده اللهم بارك، بحط نخاله القمح او السرس بتاع الرز اللي هو اخواتنا بتوع بحري عارفينه، اللي هو اللي بيطلع اللي هي النخالة بتاعت الرز، هم ادرى بيها يعني، اهل مكة ادرى بشعابها، هم ادرى بيها وهم عارفين اسمه. اسألوا الجماعة بتوع بحري على اسمه، مشهور عندهم بحري. ده بيحطوه بدل النخالة. عندنا احنا في الصعيد هنا المهم عندنا هي النخالة، شوية نخالة على شوية عيش تكسرهم في بعضهم، حط عليهم حفنتين شامي، عليهم ورقتين نعناع ناشف، عليهم ورقتين، عليهم كام حباية ينسون علشان ما يعملش انتفاخ لمين، للأرانب. الحاجات دي كلها الخضروات دي تبقى في فترة النهار. كده اكون انا جاوبت على سؤالك، ويا رب اكون فدتك او فدتك. وان شاء الله لو ليكي اي اسئله تانية يا ريت تكتبيها لي في التعليقات، وانا بجد اتشرفت جدا بمعرفتك. شكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام.